لماذا لم تتحرك أجهزة الإعلام التونسية بعد بث هذه الحلقة من الكلام الحديث الذي قاله المرحوم شكري بالعيد؟ فقد قال كلاما صائبا حقيقيا من كل وجدان تونسي وتونسية. كيف يفسر المختصون والإعلاميون والسياسيون والباحثون التهديد المتواصل من كل أعضاء حزب نداء تونس وعلى رأسهم الباجي قائد السبسي ضد قانون تحسين الثورة؟ وهل يكون الباجي قائد السبسي تحرك بعد تحصله على آلاف المليارات من نظام بن علي عبر سليم شيبوب الذي يملك آلاف المليارات في تونس وخارجها؟ ومن هنا نفهم كيف استطاع الباجي قائد السبسي تهديد المجلس الوطني التأسيسي، تهديد رئيس الجمهورية، تهديد الوزير الأول، وتهديد كل الشعب التونسي الكريم. إذا استطعنا تفكيك هذا اللغز نستطيع أن نفهم الخطة القذرة التي يلعبها نداء تونس وعلى رأسها الباجي قائد السبسي ومحسن مرزوق. نشاهد الآن الكلام الشفاف والواضح الذي قاله المغدور به المرحوم شكري بالعيد، وكان على كل أجهزة الإعلام التونسية أن تحلل هذا الحديث وتفسره لإنارة الرأي العام حول قانون تحسين الثورة الذي لم تتجرأ ولو وسيلة إعلامية واحدة لتفسيره للرأي العام التونسي. استبعاد من الترشح، من الحق في الترشح للمسؤولية التجمع، مسؤولية التجمع اللي يتحملوا مسؤولية فيه، مش المنخرطين، مش المليون ونص الزملاء كما يهموا فينا، لا مش صحيح، لا هذوكم توانسه مواطنين توانسه ويمارسوا حقهم كاملا. اما الناس اللي تحملت المسؤولية في هياكل التجمع، وهذا حزب بين قوسين، حزب مش حزب سيطر على الإدارة وعاش بمال الدولة، هذايا اللي أعضاؤه عملوا فينا تقارير وتحولوا لجهاز أمني ضد المواطنين وشاية، هذوما اللي فرضوا على التوانسة عملوا على إذلالهم إلى آخره. قلنا باش ما يتشوهش المشهد السياسي هؤلاء يحرموا. فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية خذوا قرار، الحكومة الأولانية خذت قرار كبير وشهير، منع كل من ثبت أنه عنده علاقة بحكومة فيشي من تحمل الوظائف العمومية، مش ترشح مدى الحياة. ألمانيا النازية بعد سقوط النازية نفس الشيء، ألمانيا الجديدة كذلك، الجزائر بعد الثورة، لأنه ناس اللي كانت التجمع هذا اللي كان أداة الديكتاتورية مش معقول هو نعملوا بهم بعد الحريات والديمقراطية. أخي حلينا التجمع بالقانون ولا ما حليناش؟ كان حليناه قولوا لنا، وكان حليناه وفرقناه في 5-6 أحزاب أخرى، يعني خلينا التجمع هذا تحايل على القانون ولا حكم قضائي يعاقب عليه القانون. اللي كان البارح في الديوان السياسي وفي اللجنة المركزية اليوم باش يولي يعمل لنا أحزاب ويعطينا دروس في الديمقراطية. اللي زور الانتخابات في 94 وفي 99 وفي 2004 وفي 2009 هذاك باش يعمل الديمقراطية. اللي قمعونا ومنعونا من حق الكلام، من حق التجول، اللي مارسوا الارهاب على التونسيات والتونسيين، هذوما المعنيين واللي هما خلينا نبدو واضحين، راهي بضعة آلاف. ما يكذبوش عليكم في وسائل الاعلام يقول لكم راهم مليون ونص زملاين وثم جوقة وحاملة، لا راهم بضعة آلاف. علاش ما نعطوش فرصه للتوانسه؟ خليهم سيدتي الكريمه، سيدتي الكريمه ينتخب اللي يمثل. سيدتي الكريمه، هذه ثوره ماهيش انقلاب نتاع بن علي، وثورات لها الحق في ان تنظم الساحه السياسيه طبقا لقواعد جديده. نحن شعب تونس كان شعب متحضر ضد الانتقام وضد التشفي، الا من اللي استولى على الاموال العموميه واللي مارس التعذيب واللي قتل التوانسه، هذوما اللي يمكن التسامح معهم. فيما عدا ذلك الاخرين بالعكس. اما المشهد السياسي حاجه اخرى. الآن نستمع مع بعضنا ما قاله الباجي قائد السبسي في قناة نسمة صورة وصوت، وسوف يفهم القاصي والداني، المختص والغير المختص، من هو الباجي قائد السبسي وما هو هدفه بعد الثورة، خاصة بعد انكشاف العلاقة الخطيرة بين الباجي قائد السبسي وشركات سليم شيبوب التي ما زالت تشتغل زورا وبهتانا خارج الأطر القانونية إلى حد يومنا هذا. وبالطبع الفضل يعود إلى الباجي قائد السبسي أيام حكمه بعد الثورة. قلت أن استقالة الحكومة أو ذهاب الحكومة لا يكفي، يجب أيضا، هذا حسب ما فهمت، حل المجلس التأسيسي. وفهمك صحيح. المرحلة الجاية اللي ماشية فيها البلاد كيفاش باش تكون؟ كيفاش يراها الباجي قائد السبسي؟ أنا لو عندي رأيي أنا هو كون هذه الحكومة تقف
هذه الحكومه تمشي على روحها. والمجلس التأسيسي يقف. والمجلس التأسيسي يقف. ونمشيو فيها حالة توافقية عريضة. وشكون باش يكتب الدستور؟ نعم. شكون باش يكتب الدستور؟ تو نشوفوا من بعد.